الفنانة الجميلة دنيا سمير غانم والإعلامي الكبير رامي رضوان وابنتهما قايلة يضيفان بهجة على العرض الخاص لفيلم روكي الغلابة. شهد العرض الخاص لفيلم روكي الغلابة حضور دنيا سمير غانم والإعلامي رامي رضوان وابنتهما قايلة والتي تشارك في الفيلم. وأضافت دنيا وابنتها قايلة بهجة على السجادة الحمراء لعرض الفيلم. شهدت السجادة الحمراء للفيلم حضور النجوم محمد ممدوح، محمد ثروت، ومحمد رضوان، كما حضر حسن الرداد وتامر فرج ومي نور الشريف والفنان أحمد التهامي وفدوى عابد وعمر الشناوي ونور محمد وفاتن السعيد وكريم عفيفي. طرحت الشركة المنتجة لفيلم روكي الغلابة البرومو الرسمي للعمل الأسبوع الماضي، والذي كشف عن مشاركة إيمي سمير غانم كضيف شرف، وذلك من أجل دعم شقيقتها الفنانة دنيا سمير غانم. كما ظهر أيضا الفنان أحمد الفيشاوي كضيف شرف بدور شخص مخترع يقابل دنيا ومحمد ممدوح، هذا بالإضافة إلى الفنان أسأس. فيلم روكي الغلابة بتدور أحداثه حول فتاة قادمة من بيئة ريفية بسيطة تدخل عالم الملاكمة، تجد نفسها مكلفة بحراسة أحد الأطباء الذي تحوك حوله المخاطر، وهو الفنان محمد ممدوح.